جاي ولا شباب تعطيه المرق حاجة بقى إن كانوا ولا مثلا تعالوا بقولي بودم مش نوفتا بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز بيع المدبر بابا كان قبرا غانا بي اتبيلي سجتين اتقون غرغرون بكون تدبتني مدبر جنين حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود حدثنا ما يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له ان تبين لم يكن له مال خير فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني فاشتراه من عبد الله ب800 درهم فدفع اليه قال امر سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام اول وحدثنا ابو بكر النبي عام اولا امت درا من اماره ابن الزبير موتما المزبيري راغافس اجن وحدثنا ابو بكر بن شيبه واسحاق بن ابراهيم بن وينة قال ابو بكر حدثنا سفيان بن وينة قال سمع امر جابر يقول دبر رجل من الانصار نمي توكو ايغان اندو ياتي بليس جئتي غلاما له لم يكن له مال خير مدبر غدجن اورين بيرون كبو فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ابن النهام عبدا كثيرا مات عام اول من اماره ابن الزبير حدثنا قتيبة بن سعيد وابن من الليث بن سعد ان ابي الزبير جابر صلى الله عليه وسلم في المدبرين وحديث عماد ونتي ليس جلغدا عن عمرو بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المخيرة يعني الحزامي عبد المجيد بن سهيل ان اتى ابن ابي ربيعه عن جابر بن عبد الله وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا يعني ابن سعيد الحسين بن زكوان المعلمي حدثني عن جابر وحدثني ابو حسن المسلمي حدثنا معاذ حدثني ابي عمة النتائج بن ابي ربيعه وابي الزبير وعمرو بن دينار ان جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عماد باتي كل هؤلاء جل هذا وابن وينة عن عمرو عن جابر كتاب القسامة كتاب القسامة كتاب خنقه قسامة جامتن ودبتني والمحاربين أخو قرتي ديغا أما اللي أرمى ربي رسول الله نوتي دبتن والقصاص والديات أنا ممكن نوتي دبتن باب القسامة قسامة ما سنوت دبتن حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس يا وابن سعيد بن بشير بن سعد سالم بن ابي اسمه قال يا واسبت قال والرابي بن خديجة واسبت قال يا شيخ سا انيو بشير خجين سيا والرافي بن خديج أكن خجين سيادة أنه ما قال خرج عبد الله بن سالم أنه ما دين مرافي في صالح ومؤيس بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر فتفرقا في بعد ما هنالك ثم إذا غري دچي چتاتي خيستي أدفع عنجچو ثم إذا نمو بربادتو في خرخرا بانجچو ثم إذا مؤيس يجد عبد الله بن سالم قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومؤيس بن مسعود وعبد الرحمن بن سالم وكان أصغر القوم فصاب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن أما قدنا عمري بانا غجوغا مسلمي كنجا فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سالم فقال لهم تحلفون 50 يمينا فتستيقون صاحبكم او قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتغربكم يهود ب50 يمينا قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله كسيغما صاحبي خن جلال ما غشنتم كخچو قناتو قساما جامجچو وحدثني بيد الله بن عمر الكواريري حدثنا مبد حدثنا يا ابن سيد ابو بشير وسالم سالم النبي اسمه ورافي بن خديج ان مؤيسة بن مسعود وعبد الله بن سالم تلقى قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سالم فاتهم اليهود فجاء اخوه عبد الرحمن وابن عمه مؤيسة ومحيسة الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى وقال ليبدا الاكبر فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته اسني كان نما جناده ساتين قبمه غسل قالوا امر لم نشهد كيف نعلم امر نتبرن جر كم كهنا جن قال فطويكم يهود بايمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سال فدخلت مربدا لهم يوما ياتك ودسانين سنيجي فركضتني ناقه من تلك الابل قال سن رانا ديتجي ركضت برجلها الى سيتين قال حماد هذا او نحوه حماد حديث خنجي تكاور مسفقاتو جي مصنف كنجا وحدثنا القواري حدثنا بشر بن فتيل حدثنا يا ابن سيد عن بشير بن سار عن سالم بن ابي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فاكله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين بشرتا خانيزا يا حماد متايا وقال في حديثه فاكله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة
حدثنا عمرو بن حدثنا سفيان بن نتها وحدثنا من سنة عبد الوهاب عن الثقفي جميع أيام بن سيدنا بشير بن سعد عن سالم بن أبي أسمة بناوي حديثهم بناوي حديثهم باتين جميعا يلد ديبتي يمين جرب ريبو ديبتي حدثنا عبد الله بن سلمة بن قناب حدثنا سليمان بن بلال أيام بن سيدنا بشير بن سعد عن عبد الله بن سالم بن زيد ومهيس بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم سلول وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سالم فوجد في شرابات ما قلت بشاني خيز تركمه مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سالم ومهيسة وهو هيسة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وهيس قتل فسامه شر وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تالفون 50 يمينا وتستيقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا هدرنا فزعم أنه قال فتوريكم يهود ب50 فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار فزعم بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده وعدنا ابن اخبرنا وشيء من ايام سيدنا بشير بن سعد ان رجلا من الانصار من بني حارثه يقال عبد الله بن سالم بن زيد انطلق وهو يعني اقول انا ما شنتمي بقتك خاطر ديغا انا تنجب دبر انطلق هو ابن ام له يقال له مهيسة بن سعد بن زيد وساق الحديث بناوي حديث الليثي فاتي وشام غدا بناوي حديث الليثي الى قولي فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي قال يا فعدني بشير بن يسار قال اخبرني سالم بن يسمة قال لقد ركضتني فريدة قال تكون نديتي تلك الفرائض بالمربد ودخي في المربد قولي ودخيست حدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا بها ابي حدثنا سيد بن نبي حدثنا بشير بن سعد الانصاري وعن سالم بن ابي اسمة الانصاري انه اخبر ان نفرا منهم انطلقوا الى خيف فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا وساق الحديث وساق الحديث ابي الخيا وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتل دمه فوداه 100 من ابل الصدقه حدثني ساق بن مسروق اخبرنا بشير بن عمر قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني ابو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح سالم بن ابي اسمة انه اخبر الرجال من كبراء قومي ان عبد الله بن سالم ومهيس خرج الى خيبر من جاد نساب فاتى مهيس فاخبر ان عبد الله بن سالم قد قتل وطري في عين او فقير فاتى يهود فقال انتم والله قتلتم وقالوا والله ما قتلنا ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبله واخوه مهيس وهو اكبر منه عبد الرحمن بن سالم فذهب مهيس يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيس كبر يريد السن فتكلم مهيس ثم تكلم مهيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدوا صاحبكم ما يزنوا بأربل فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيس وميت عبد الرحمن أتالفون وتسيكون تمسايكم قالوا لا قال فتالف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناكد حتى دخلت عليهم الدار فقال ساول لقد ركضتني منها ناقة حمراء أدني بالتروان مثلها قال بالطائر أدنى وقال أرمت أخبرنا من وابن أخبرني يونس بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة لما كانت في الجاهلية وحدثنا من مطعم بن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله باتي المجرد قونا حاتم ماس يونس قونا مثله وزاد وكذا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس من الانصار في قتل ادعوه على اليهود وعدنا من اليلوان يدنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابي سالم بن شهاب بن ابا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن سنن اخبره عن انس من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج باتين ساليتات ماس باب حكم المحاربين والمرتدين وحدثنا من التميمي وابو النبي شيبة كلاهما عن هشام واللفظ له قال اخبرنا هشام عن عبد العزيز بن سيف وميد انس بن مالك ان ناسا من هرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم ان تخرجوا الى ابل الصدقة فتشربوا من البانها وابوالها ففعلوا فسحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الصلاة وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبات في إثر فأوتي به فقطع أيديهم وأرجلا وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. حدثنا أبو جعفر بن محمد الصبي وأبو بكر بن شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو بن لجية الحجاج بن عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي كلابة النبي كلابة حدثني أن نفرا من أكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تخرجوا ما رأينا في إبلي فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فسهوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وتخرجوا وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في رواية وطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم. وحدثنا عمرو بن عبد الله بن سليمان بن حدثنا محمد بن أن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال أبو قلابة حدثنا أنس مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أكل أو رعينة فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان بمعنى حديث باتين أن يتها أيوبيا قال وسمرت أعينهم وألقوا في الأرض يستسقون فلا يسقون. وعدنا من سندنا بن مازنها وعدنا من عثمان النفلي عدنا زار السمان وقال عدنا من ولدنا أبو رجاء مولى أبي قلابة في قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ما تكون في القسامة فقال انبسط قد حدثنا أنس مالك كذا وكذا فقلت يا حدث أنس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بناوي حديث أيوب وجاج بناوي ساقا نماس المؤونتيا. قال أبو كلاب فلما فرغت قال انبسط سبحان الله. قال أبو كلاب فقلت وتتهمون يا انبسط بس أنا شكيتين قال لا هكذا بنظم مالك لن تزالوا برجال الشام إزيا والرشام خيري غيثة وران ديم تنجي ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. نمني علما هو نسن كيس يجرو تقاون من مخنا فقات ونسن كيس يجرو خيري غيثة وران ديم تني يجي. وعدنا سمع بن أبي شعيب بن أما نمني أدي سلاسو غندو جرات خيري كنت سو كيس يجري يجي بردين دي كرام الله. حدثنا مسكين هو بن بكير الحراني يخبرنا الأوزاعي وعدنا عبد الله بن الدرمي الدارمي يخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي يا ابن أبي كثير نبي كلاب أنس مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل بناوي حديثهم وزاد في الحديث كثير جل وزاد في الحديث ولم يحسمهم لله شفع ينجن جرس لسانين نمي تشكس غدا. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زيد حدثنا اسماء بن بن معاويه بن قرة انس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من ورينه فاسلموا وبايعوه وقد وقع بالملك الموم ماريته ونجان مؤمن والبرسامو ماريته جنين ثم ذكرنا حديثهم ثم ذكر سما كيغنا ندبت فقات حديث يريف دبنه جيجو وزاد وعنده شباب من الانصار قريب من 20 فارسلهم اليهم وبعث معهم قائفا يقتص اثارهم. نما ديغا نبي خفانا ما دو حدثنا ابن خالد حدثنا امام حدثنا قتادة سنها وحدثنا ابن مسنى حدثنا عبد الله حدثنا سيد من قتادة انا نسيه وفي حديث امام من قديم على النبي صلى الله عليه وسلم من رينه وفي حديث من كل ورينه بناوي حديثهم أي بناوي حديثهم فقاتم حديث ثاني غاية أين يدبسه باتين سعيدي آية. وعدني الفضل بن صالح الأعرج ودنا يا ابن خيل دنا يزيد بن زرين سليمان التيمي أنا نسين قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم آية ولا نبي وني مسمارة الآية يورمسني لأنهم سملوا أين الرعاء إساني تو إجانا ميتشا قال إيقو مسمارة الآية تناب رسول الله سنة جيسي مسمارة الآية. باب ثبوت القصاص في القتل بالهجر وخير بالهجر دخان نما جيسي وخير تكاو وان بلوت نما جيسي من المهددات وان كراك براته والمسكلات كران كمن راته وقتل الرجل بالمرات انتما سدلا جيف مسنوتي دبتني يا حدثنا ومحمد بن شاري والذي بن سنة قال حدثنا من جامع حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك ان يهوديا قتل جارية لا اوضاه الله فقتلها بحجر. قال فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق على فرق يسجرون فقال قتلك فلان فاشارت براسها الله ثم قال لها الثانية فاشار براسها الله ثم سالها الثالثة فقالت نعم واشارت براسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وحدثني يا ابن ابي الحارث حدثنا خالد بن جانب بن الحارث وحدثنا ابو كريب بن ابن ادريس كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد وهو باتي كلا جل غينيا خالد درس مشوبه خدبر غور. وفي حديث من فردخ راسه بين حجرين. من عبد الرزاق بن معمر نجم نبي كلا وتنسنا رجل من اليهود قتل جارية من الانصار على ولي الله ثم القى في القليب وردخ راسه بالجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. وحدثني إسحاق بن نصر أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جرير أخبرني مامر أيوب بهذا الإسناد مثله. باتي المجري جيرا خالد درس مغرتي دبر خا ما مري
وعدنا عبد بن خالد بن همام عدنا قتادة بن مالك النجارية وجد راسها فقد رد بين أجرين فسألوا من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهودي فهو مات براسها فأخذ يهودي فأكره فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد راسه بالإجارة باب السائل على نفس الإنسان بابا كان الظالم لبنا مرة الظالم دلقه أو عدوه عدوي تكاهم لنا مرة كظلمي دلقه إذا دفعه المسؤول عليه مش ظلمي نرد دلقه مقوف الرادي بسه فتلف نفسه لبوسا أجيسه أو تكاهم أدوه نصاب الليسه لا دمان عليه قبلتين نما سورة تنجرتو جيشونو تدبتني لا أدنى مولى سنة بن قال أدنى مولى جعفر أدنى شعبة قال أنزر على إمران بن حسين قال قاتل يا لا بن مجيد أو بن مجيد رجلا فعداه ما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ابن سنة ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعد أحدكم كما يعد الفال لا دية له وأدنى مولى سنة بن قال أدنى مولى جعفر أدنى شعبة قال أنا ابن أبي يالا أيالا النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باطل ما يالا يلا خيا حدثني حديث إبراهيم بن زيد حدثني أبو غسان المسمى جدنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي أن قتادة عن زرارة بن أبي وفاء عن إبراهيم بن حسين أن رجلا أدى زراع رجل فجذبه فسقط ثنيته فرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لامه حدثني أبو غسان المسمى جدنا معاذ بن هشام حدثني أبي أن قتادة عن بديل أتى من أبي ربيع عن صفوان بن يالا أن نجر ليالا بن منية عد رجل زراعه فجذبها فسقط ثنيته فرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تقدمها كما يقدم الفال وأدنى أحمد بن عثمان وابن أدنى غريش بن ونس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن إمران بن سيرين أن رجلا عد يد رجل فانتزع يده فسقط ثنيته أو ثناياه فاستعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نساغرغار ورباده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن أمر أن يده فيك تقدمها كما يقدم الفال ادفع زكاة يدها ثم تزئها أي أفان ساقي سركا خيخا الناس جنينو أجيب تلو جنينو آية حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مودنا عن صفوان بن يالا بن منئة عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عد يد رجل فانتزع يده فسقط ثنيته يعني الذي أده قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدم كما يقدم الفال حدثنا أبو بن شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرنا ابن جرير أخبرني صفوان بن يالا بن أمية عن أبي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يالا يقول تلك الغزوة أوسق عملي ملمت دلقات وتيتي عندي فقال قال صفوان قال يالا كان ليجر فقط الإنسان فعداد ما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عد الآخر فانتزع المعدود يده من في العاد فانتزع إذا ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعتر ثنيته وأتنا أمر زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جرير بهذا الإسناد وهو باتي إسماعيل قونا قانس درسي جماعة المجريج خطب رجونا جتا باب إثبات القصاص في الإسنان وما في معناه أدنى وقني بشيبة أدنى فمن مسلم أدنى ما تنقبنا ثابت نسل أن نقطة الربيع أم حارثة جرحت إنسانا لما تقول الكير راجب سته فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص والقصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلان والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت تقبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بعد الله من لو أقسم الله لا بره شوف الله